صباح السعادة على كل المشاهدين وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب بالصحة. يا رب. على الرنجة والفسيخ والبصل. ايوه كل سنه وحضرتك والنبي يا طيب. دكتور خالد، والنبي قول لنا عشان بس اليوم ده يمر بسلام يعني عشان كده الدنيا تبقى لطيفة. انا قدامي قد ايه في الاكل علشان ابقى في الامان؟ خليني اقول في الامان. طب بصي، خلينا نقول معلومات النهارده تغير الفكر خالص عن يوم شم النسيم والفسيخ والرنجة. اتفضل. بداية كده، الفسيخ والرنجة يعني من الحاجات اللي بتزود من الدوبامين في الجسم، فهي بتزود هرمون السعادة خصوصا في دفاء الجو. طبعا. اللي هو في بجد؟ الوقت اللي احنا فيه. ده بجد، وعلى فكرة من ايام الفراعنة وبره مصر كمان بياكلوا فسيخ، مش في مصر بس. بره مصر في عندهم الفسيخ ده؟ طبعا في روسيا فيه، وفي اوكرانيا فيه فسيخ وفيه رنجة. في أوروبا في والله معظم لا، الدول الرنجة معروفة لان احنا بنجيب الرنجة الهولندي. معروف في الرنجة. كمان فسيخ بياكلوا في السمك روسيا المدخن وأوكرانيا. يعني يا دكتور؟ ده مش مدخن، ده حقيقي. ده منتن. خلينا نطمنكم ونطمن المشاهدين ان الفسيخ النهارده او الرنجه النهارده هتديهم هرمون السعاده. ان شاء الله ما فيهاش اي اضرار طالما معموله بطريقه مظبوطه جدا، وطالما جايبينها من مصدر كويس فناكلها بكل امان، ما فيش خوف منها. الكميه طيب يا بس دكتور؟ ممكن والله الكميه دي بترجع للشخص نفسه، بس هي لا، حتى ايه لو الكميه كلنا اللي ممكن لا قدر الله تاذي حد؟ لان احنا الفسيخ والرنجه بنقعد ناكل ما بنحسش. شوفي، هي موضوع الاذيه من او الرنجه ذات نفسها ما فيش، لكن ممكن نتيجه ان الحاجه تكون حادقه زياده وشخص عنده ضغط ممكن تسبب له اثار جانبيه. ممكن يكون شخص عنده مشاكل في الكلى تسبب له مشاكل جانبيه عشان الملح. حد عنده قولون فهياكل بصل وهياكل معاه رنجه او فسيخ برضه هيسبب له مشاكل. لكن لو شخص سليم واكل رنجه او اكل فسيخ حتى بكميات كبيره، فاعتبر ان الشخص ده النهارده هيبقى سعيد جدا ومبسوط هيبقى سعيد جدا. طب ايه اللي نشربه ممكن عشان العطش وكده؟ سؤالك لان ده بنقعد حلو. بعدها نشرب ميه لحد لا، ما بطننا بنشرب تبقى قد مشروبات كده. غازيه. يعني انا من كتر العطش انا لازم الكوبايه تبقى جنبي وفيها تلج كده واقعد ابلع يعني معلش. طب بص، احنا في اليوم زي النهارده مهما نشرب ميه ومهما نشرب مشروبات غازيه مش هيروي العطش اللي احنا محتاجينه عشان يعادل نسبه الملوحه اللي موجوده في الجسم. فاحنا ممكن نعمل مشروب حلو قوي، ممكن نشربه سخن او نشربه بارد زي ما نحب. واحنا هنقطع شرايح من البطاطس. بطاطس؟ انا افتكرت هيقول ليمون. ليمون، انا قلت هتقول ليمون. النهارده المعلومات كلها جديده. طيب بطاطس، اقطع بطاطس. بطاطس نيه صح؟ بطاطس نيه اوكي. توديها غلوه واحده بس على النار، واصفيها اخد الميه بتاعتها وابتدي اشربها سواء سخنه او بارده. دي مش هتحتاجي تشربي بعديها لا كميات ميه كتير ولا مياه غازيه كتير. طب معلش، النشا ده عشان النشا يا دكتور؟ عشان اللي فيها ستارش نشا طبيعي، ده حقيقي. طب دكتور خالد، البطاطس بس عشان الناس دي اول مره نسمع الوصفه دي. البطاطس اقشرها ولا احطها بقشرتها؟ والله لو القشره بتاعتها نظيفه يفضل تتحط بقشرتها. ما انا ممكن اغسلها كويس وانضفها يعني. كويس واعمليها بقشرتها. على فكره قشره البطاطس مفيده جدا، بس احنا كل اللي محتاجينه من ثمره البطاطس النشا اللي بتبقى موجوده في البطاطس. بالظبط. بس لو حطينا القشره بناخد برضو الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في القشره بتاعتنا. طيب. هي شيء مفيد مش مضر. السؤال تاني، ان عادتنا كمصريين ان احنا لازم يبقى فيه طبق الترمس برضو. حلو. الترمس انا عارفه انه له فوائد كتيره، سواء بقى جدا. بتاكله بتطحنه وتحطه على البشره يعني. أيوة. انا عارفه ان الترمس ده قصه لوحده، بس ايه فايده مزبوط. الترمس في اليوم ده؟ بص، هو الترمس فايدته مهمه جدا في المعده. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا عنده بكتيريا نافعه موجوده في المعده. لما بناكل الترمس ده بيزود من نشاط البكتيريا النافعه اللي موجوده في المعده، يحسن لنا من وظائف الهضم، وفي نفس الوقت بينظف لنا المعده من اي شوائب اي ميكروبات. فليه فوائد كبيره جدا جدا الترمس، ومن الحاجات الحلوه اللي نحرص عليها كمان ميه الترمس كمان مفيده. اشرب ميه الترمس كمان اللي هي سلقت فيها الترمس. بالظبط. ده انت قايل لي حاجات كتيره قوي النهارده، البطاطس والترمس. كلها جديده. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد العزيز، استشاري التغذيه الاكلينيكيه. نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب.